السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد، ومش هطول عليكم ونخش في الموضوع على طول، وهي استقالة فيريرا. استقالة فيريرا هتيجي قبل شهر يناير ما يخلص، وبالتحديد ممكن بعد ماتش الأهلي. والكلام ده مش بقوله انا من اخبار الحاجه دي، لا ده هو ده الواقع. لان رئيس نادي الزمالك كل يوم يطلع علينا يقول لك مش همشي فيريرا، مش همشي فيريرا، ومش همشي فيريرا. كمل الجمله الاخيره يا مستشار. ومش همشي فيريرا هو اللي هيمشي. طب هو اللي هيمشي، هو اللي هيمشي ازاي؟ ما انت كل طالع كل حلقه مش همشي فيريرا، مش همشي فيريرا. انت مستني الاستقاله. طبعا مش عايز تدفع الشرط الجزائي. طبعا مشكله مين هيبقى المدير الفني البديل. طبعا ما حدش قال لك تجيب اصلا المحمدي يمسك في الجهاز، دي حاجه من دماغك بتعيين من عندك انت. وهتشوف ان دي هتسبب مشكله جامده جدا لفيريرا، لان فيريرا من الاخر ما بيحبش الشغل ده. وهو اشترط على امير مرتضى منصور قبل ما يرجع الزمالك، مش عايزين تدخلات ومش عايزين تدخلات، ودي صباح التدخلات. وبصراحه من اول ما انت دخلت التدخلات يا مرتضى يا منصور لغايه دلوقتي الفرقه مش عارفه تكسب في السنه الجديده. يناير كله اهو يا اما هزائم يا اما تعادلات، مفيش فوز. بسبب التدخلات بتاعتك. كل شويه تدخلات، وفيرا ولاعب ستة مش تمانية، وتمانية مش ستة. يعني انت هتفهم مثلا فيريرا الحاجات دي؟ يعني هو مثلا مش فاهم؟ يعني مثلا هو، يعني هو مثلا، يعني ما دي حاجه تدخلات غير صحيحه وغير صحيه للجهاز الفني الحالي. وطبعا واضح تاثيره على اللعيبه، لان اللعيبه خلاص ما عندهاش اي، ما عندهاش اي حوافز، ما عندهاش اي طموحات. لان طبعا اي هزيمه واي اخفاق من الاسهل ان رئيس النادي يطلع يقول لك دي سحر، دي شعوذه. السحر والشعوذه في القران. طبعا السحر والشعوذه في القران بس مش في الكوره. يعني السحر والشعوذه موجود في القران. مثلا حد يسحر، مثلا واحده تسحر لطليقها يتاذي. اسحر لو يجي يقول لك سحر اسود في يعني مثلا واحد شاط الكوره، فيبقى في واحد ساحر او في عفريت هيروح واخد الكوره بس ضاربها في الاوت. يعني هي مش مفهومه برضه. يعني ايه في سحر في الكوره؟ لو كان كده بقى يبقى افريقيا السحر الاسود تاخد كاس العالم، وتاخد كاس العالم في الباسكت، وتاخد كل ميداليه الاولمبياد. افريقيا بقى سحر اسود يا مرتضى. قمه الجهل، قمه الجهل، قمه الجهل. وده هيودي النادي للسنين السوداء اللي كان بيقول عليها ميدو وي وي وي، اسوأ من السواد. وهنشوفه بكره اقول لكم. تاني حاجه، طلع يقول لك مرتضى منصور ما بتحطليش صورتي ليه في المدرجات زي ما بتحط صوره فيريرا. فيريرا ده مش بتاع السنه دي، هو غير بتاع زمان. انا جايب لكم 40 بطولة. بيتمسخر وبيتفشخر على الجمهور. وفي واضح ان في خلاف حال بينه وبين الجمهور، خلاف حاد بينه وبين الجمهور، حاد. كل حاجه يقول لك ايه، لا انا مش جايب للجمهور، لا انا ما بسمعش كلام الجمهور. يلا يا عيل، يلا. واحد بيقول رايه، يعني واحد بيقول رايه مثلا على ايه؟ على السوشيال ميديا. اللي مرتضى من سنه كان يقول لك ما بتابعش الحاجات دي والخرارات دي ما بتابعهاش، دلوقتي ده اكتر متابع ليها. اي واحد بيفسي دلوقتي على السوشيال ميديا مرتضى يطلع يقول لك ايه، ده في واحد فسي. ويقول لك نرجع يقول لك ايه، طالعين في السوشيال ميديا بيهاجمني وبيهاجم، مش يلا انا مش عارف ايه. امبارح خالد الغندور بيقول له جايب صفقتين، ده الجمهور ولا المذيع اللي مستضيف يقول له ده الجمهور هيفرح جدا، الجمهور هيبقى سعيد جدا. لا انا مش جايب الصفقتين دول عشان الجمهور، لا انا الصفقتين دول جايبهم عشان النادي وعشان بطوله. الجمهور ملوش دعوه بالحاجات دي. والجمهور اكن في خلاف للجمهور، اكن انت ما بتكلمش جمهور نادي الزمالك، بتكلم جمهور تاني. حاجه غير صحيه بالمره. اخر حاجه كده سريعا قبل ما اقفل. بتقول برضو مرتضى منصور في الحلقه ان كهربا، اللي ما شافش الحلقه دي كانت حلقه فضيحه، ان كهربا بتشاور على الشعار لما بتجيب الجون، شعار الاهلي. كهربا قاعد يقول لك اعمل لك كده. طب انا بقى مش هقسط. طب انا كنت هقسط الغرامه بس دلوقتي مش هقسط. يعني هو مثلا لو كان نزل ايه، سجد ركعه شكر مثلا، ولا سجده شكر لله، كنت هتقول له لا خلاص 100 100 انا هقسط؟ لو راح لك كان للجهاز الفني كنت هتزعل تقول له لا انا كنت هقسط بس دلوقتي مش هقسط؟ بتروح للجهاز الفني ليه؟ انت مريض يا راجل؟ هو ايه ده يعني؟ ده السن، ولا انت عندك مرض نفسي، ولا ايه اللي بتقوله ده والتخاريف دي؟ لا تصلح، لا تصلح، لا تصلح ترخيص رئيس نادي. وبكره ايام بينا، واكد لكم على حكايه فيريرا ان هو هيمشي خلاص. دي اخر ايامه في الزمالك، واضحه جدا جدا جدا. والنادي للاسوء 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 للاسوء. ده رئيس النادي هو اللي طلع قالها. لو ما تابعتش ومش متابع القناة لو سمحت تابع وارسل اعجاب وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس. ولو اي سؤال سيبولي في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.